كل المتابعين يا رب دايما في صحة وخير. هنعمل النهاردة البتنجان زي ما بنشتريه من المحلات بالدقة الحمراء اللي كلنا بنحبها وبتفتح النفس. بس انا عايزة منكم تفاعل اكتر من كده ولايكات واشتراك في القناة علشان تشجعوني انزل لكم كل جديد. قبل ما نبدأ في الوصفة بتاعتنا الجامدة جدا، نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير والطريقة. هنحضر معانا بتنجان عروس، فلفل الوان احمر وفلفل حامي وليمون وخل وزيت. اللي يحب يحط شطيطة حمراء هيبقى حامي جدا، عايزه سبايسي قوي ممكن يحط شطيطة حمراء بدل الفلفل الاحمر. واللي ما بيحب مش عايزه سبايسي خالص ممكن يحط الفلفل الالوان الاحمر زي ما انا حاطه ويشيل الفلفل الحامي، هيبقى بتنجان مخلل وبس مش حامي قوي للناس اللي مش بتحبه سبايسي. تعالوا بقى، انا بقول لكم لازم ننقي البتنجان كده يعني طول صباعك كده، ما يكونش كبير قوي. البتنجان اللي بيتخلل لازم يبقى حجمه كده صغير وبيبقى مش تخين أوي ولا رفيع أوي، وسط، وده اللي بيديله كمان الحلاوة. وريت لك انا بشيل الطربوش بتاع البتنجان ازاي بكل سهوله كده، بتقشريه بايديكي بيبقى بيطلع معاكي بكل سهوله، مش محتاج سكينه ولا حاجه. بتجيب الكميه اللي انتي جايباها كده، ونبتدي نحطها في حله ونحط عليها مقدار من المية مش كتير، يا دوبك المية تغطيها بالظبط، ونرفعها على نار عالية لحد ما تتسلق معايا، وهوريكم دلوقتي شكلها بعد ما تتسلقت. تعالوا هنا بقى هننزل الخلطة بتاعتنا في الكبة كده. حطينا توم وعليه الفلفل الالوان والفلفل الحامي، وهنبتدي نعصر الليمون كده، وهنحط بعد كده الخل والزيت. بصوا الشكل كده زي ما بوريكم، الثوم وعليه الفلفل وعليه الليمون كله اتعصر. هنزل بعد كده بالخل والزيت اللي احنا محضرينه للوصفة، وهنزل عليهم بفلفل اسود وحبة ملح مش اكتر من كده. نبتدي بقى ناخد كل ده نضربه حلو جدا مع بعض وننعمه قوي. مش قادرة اقول لكم الريحة تحفة، الريحة خطيرة بعد ما اتضرب، بجد الريحة تجنن. معايا البتنجان اتسلق اهو، والمية بتاعته دي بقى هي سر المحلات اللي بتطلع لي البتنجان بتاعهم مميز وطعمه وريحته حكاية. المية شوف لونها جميل جدا، وانا المية دي طبعا مش هرميها، انا دلوقتي هعمل بيها احلى دقة للبتنجان اللي بيخليه مميز في اي محل انت بتدوقيه فيه. بعد ما البتنجان كده اتسلق، هاخد ميته وهنزل بيهم مكان ما انا ضربت الخلطة بتاعه البتنجان كده. دي الكمية دي كفاية عندي، وهبتدي كده اخد مكان الخلطة وهحيقه بحبة ملح زي ما انتوا شايفين كده. هنزل عليه بحبة ملح، وكده يبقى احلى مية جاهزة ان انا ازود بيها البتنجان. وطبعا حطينا فيها حبة خلطة زيادة عشان تعزز النكهة والطعم. مش عايزة اقول لكم بقى الريحة تجنن. كده انا البتنجان عندي طلعته بس برد شوية والدقة اهي معايا، وهنبتدي نعمل كده فتحة في النص كده زي ما انتوا شايفين. بفتح القلب مش للاخر، يا دوبك بس فتحة في النص عشان اقدر احشي فيها الخلطة. هنبتدي نعمل الكمية كده ونحشي بقى البتنجان بالخلطة كده زي ما انت شايفة، ونرص في اي علبة عندك، بس تبقى بغطا عشان انت ده ممكن تحفظيه بالشهر في التلاجة. كل ما بيقعد كل ما بيحلو، كل ما بتسيبيه كل ما بيطلع معاكي احلى واحلى. نحشي الكمية كده زي ما انت شايفة، ما شاء الله الريحة والشكل والطعم مش قادرة اقول لكم على جمالها. بعد ما خلصنا كده البتنجان كله زي ما انت شايفة، هبتدي بقى مش هتحطي زيت عشان تحفظيه ولا اي حاجة، انا هحفظه منه فيه. يعني هجيب بقى المية اللي احنا حضرناها بتاعة الدقة وانزل بيها. انا هنا بوريكم شكل البتنجان، بجد ريحته حلوة قوي وشكله جميل جدا. نبتدي كده نحط المية بقى اللي احنا كنا محضرينها. بصوا بقى ما شاء الله، مش قادرة اقول لكم على ريحته حلوة قد ايه.
تقدري تحفظيه بقى بالدقة بتاع مدة شهر في التلاجة زي ما هو كده من غير ما يحصل له اي حاجة. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. مع السلامة.